هل تعرف الوجه الحقيقي خلف القناع؟ قصة الرجل الذي جعل الجزائر تضحك لكي لا تموت قهراً. في عالم مليء بالضجيج يظهر وجه مألوف، لكن هل توقفت يوماً لتتأمل ما خلف هذه الملامح الضاحكة؟ نبيل عسلي ليس مجرد اسم في مسلسل. البداية لم تكن تحت أضواء الكاميرات، بل فوق خشبة المسرح المتربة. هناك حيث العرق يختلط بالغبار حفر نبيل أولى ندوبه الفنية. لم يكن يمثل، كان يعيش حيوات أخرى. ثم جاء الانفجار. دقيوس، الشخصية التي دخلت كل بيت. ضحكنا جميعاً، لكن نبيل كان يخطط لما هو أبعد. كان يخشى الفخ الأخطر في الكتابة الإبداعية، النمطية. الصراع الحقيقي: كيف تقتل الشخصية التي صنعت شهرتك لكي تولد من جديد؟ كيف تقنع الجمهور أنك لست مجرد كوميدي؟ نقطة التحول، البطحة. هنا طبق نبيل سر الأبعاد الثلاثة. شخصية اللاز ليست مجرد دور، إنها دراسة نفسية لضحايا المجتمع. لاحظ التفاصيل الحسية: الأسنان، النظرة الزجاجية، نبرة الصوت المكسورة. هو لا يخبرك أنه مجروح، هو يجعلك تشعر بالجرح. خلف الكاميرا أيضاً يمسك بخيوط اللعبة. كمخرج هو يكتب بالصورة ما تعجز عنه الكلمات، راسماً لوحات بصرية تنطق بالوجع الجزائري. نبيل عسلي، الفنان الذي أثبت أن الكوميديا هي الوجه الآخر للتراجيديا. هو يضحكنا ليمرر الحقيقة المرة مثل الدواء في ملعقة عسل. لو كان نبيل عسلي شخصية في كتاب، هل ستصنفه كبطل كوميدي أم تراجيدي؟ ولماذا؟